بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 5، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع الدرس الثاني من دروس المنهج الجديد اللي بيتكلم عن الهرم السكاني لمصر. بعد ما تسمع الفيديو كويس جدا جدا، انزل تحت الفيديو هتلاقيني سايب لك رابط أو لينك لأسئلة الدرس، حملها وحلها وبالتوفيق للجميع بإذن الله. لو عجبك الدرس اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد. يبقى عنوان درسنا النهاردة اسمه الهرم السكاني لمصر. اسمه ايه؟ الهرم السكاني لمصر. احنا هنعرف في الدرس ده 3 حاجات. هنعرف المقصود بالهرم السكاني، يعني ايه هرم سكاني. هنعرف انواع الهرم السكاني، وهنعرف اهمية الهرم السكاني، يعني الدولة عملته ليه. قبل ما نعرف كل الحاجات ديت عاوزك تركز معايا كويس جدا جدا جدا. في البداية بنقول لو مشيت في الشارع وبصيت للناس هتلاقيهم مختلفين، كلهم ما هماش واحد زي ما انت شايف كده في الصورة. هتلاقي في منهم أولاد، واحنا بنسمي الأولاد في الدراسات الاجتماعية بالذكور. هتلاقي كمان منهم بنات، واحنا بنسمي البنات في الدراسات الاجتماعية إناث. هتلاقي منهم أولاد وبنات صغيرين، بنسميهم فئة صغار السن، فئة صغار السن. هتلاقي كمان شباب بنسميهم فئة الأشخاص في سن العمل. هتلاقي منهم ناس كبيرة في السن، ودول بنسميهم فئة كبار السن. يبقى الأولاد بنسميها في الدراسات الاجتماعية ذكور، البنات بنسميها إناث، الأولاد والبنات الصغيرين بنسميهم فئة صغار السن، الشباب بنسميهم فئة الأشخاص في سن العمل، والناس الكبيرة بنسميها فئة كبار السن. كل الناس اللي أنا قلت لك عليهم دول الدولة بتبقى محتاجة تعرف عنهم معلومات، علشان كده عملت لينا الهرم السكاني. الإيه؟ الهرم السكاني. طب يعني إيه بقى هرم سكاني؟ الهرم السكاني هو رسم بياني. يبقى الهرم السكاني هو رسم بياني. رسم بياني ازاي؟ زي اللي انت بتاخده في الرياضة وفي الحساب، اللي انت شايفه قدامك ده هو رسم بياني. بيوضح لنا ايه؟ بيوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. والنوع بنسميه التركيب النوعي، والعمر بنسميه التركيب العمري. تاني، المقصود بالهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. طب من حيث النوع ازاي؟ يعني اعرف قد ايه اناث موجودة في مصر، عدد الاناث اللي موجودة في مصر. كمان اعرف عدد الذكور اللي موجودة في مصر، لا اعرف الذكور قد ايه والاناث قد ايه، ده اسمه تركيب نوعي. طيب اعرف كمان العمر، اللي هم فئة صغار السن اللي انا كلمتك عليها، عددهم قد ايه. فئة الشباب برضو عددهم قد ايه، وكبار السن عددهم قد ايه. اللي يهمني في المنطقة دي هقول المقصود بالهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. طيب ماشي، تعالوا بقى موصف لكم الهرم السكاني المصري لسنة 2022. الهرم السكاني زي ما انت شايف كده قدامك في الصورة مقسوم لجزئين. جزء أيمن لونه وردي، لونه وردي زي ما انت شايف، وجزء أيسر لونه أزرق. الجزء الأيمن اللي لونه وردي ده بيمثل لي أو بيكلمني عن إحصاءات الإناث. إحصاءات الإناث إزاي؟ عددهم ونسبتهم وكل حاجة مرتبطة بيهم. طيب هو نسبتهم كام؟ نسبتهم كانت 49.4% سنة 2022. طيب الجزء الأزرق اللي موجود في الجزء الأيسر ده بيمثل لي إحصاءات الذكور، عددهم نسبتهم وكل حاجة مرتبطة بيهم. طب هو الذكور نسبتهم كانت كام سنة 2022؟ كانت 50.6%. يبقى البنات كانوا 49.4%، البنين أو الصبيان أو الذكور كانوا 50.6%. يعني نسبة الذكور أكتر من نسبة الإناث. طيب ماشي، لما أتكلم بقى عن الذكور والإناث يبقى أنا كده بتكلم عن التركيب النوعي. التركيب إيه؟ التركيب النوعي. يعني بقى تركيب نوعي؟ يعني تصنيف السكان حسب النوع، الذكور والإناث. تاني، التركيب النوعي هو
تصنيف السكان حسب النوع، ذكور وإناث. تركيب نوعي يبقى تصنيف السكان على حسب النوع، ذكور وإناث. طيب ماشي. هلاقي كمان في أسفل الهرم السكاني مجموعة من النسب المئوية. نسب الإيه؟ المئوية، يعني 10%، 8%، 6%، 4%، 2%. النسب المئوية دي بتاعت إيه؟ أو بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن النسب المئوية للفئات العمرية. يعني فئة صغار السن كام في المية؟ فئة الشباب كام في المية؟ فئة كبار السن كام في المية؟ تمام يا شباب؟ طيب، هو أنا كده خلصت الكلام عن الهرم السكاني؟ طبعا لسه بقى هنتكلم عن إيه؟ زي ما قسمنا الهرم السكاني إلى جزئين، جزء أيمن كان للإناث وجزء أيسر كان للذكور، هنقسمه برضو إلى 3 أجزاء رأسي. يعني الجزء الأسفل اللي موجود فيه اللي هو بنسميه قاعدة الهرم السكاني، دي فئة بنسميها فئة صغار السن. فئة صغار السن دول بيبقى سنها من يوم 1 ل 14 سنة، يعني من ساعة ما يتولدوا لحد 14 سنة. يعني كل الناس اللي أقل من 14 سنة يبقى دول تبع فئة صغار السن. يبقى أنت كده اللي في 5 ابتدائي تبع فئة صغار السن. بتبقى موجودة فين؟ موجودة في قاعدة الهرم السكاني. 3 مستطيلات اللي موجودين تحت دول فئة صغار السن. طب هي نسبتهم كام؟ نسبتهم مش قليلة، بتبلغ حوالي تلت سكان مصر. تلت سكان مصر تبع فئة صغار السن. الفئة دي غير منتجة، يعني ما بتشتغلش ومحتاجة لرعاية. طيب ماشي. الفئة التانية اللي هي فئة الشباب. فئة الشباب وأعمارهم من 15 سنة ل 64 سنة، يعني كل الأشخاص اللي أكبر من 15 سنة وأقل من 64 سنة دول بنسميهم الشباب، أو بنسميهم فئة العمل. فئة العمل أو فئة الأشخاص في سن العمل. موجودة فين؟ موجودة في منتصف الهرم السكاني، في المنطقة دي كده ما بين السهمين الحمر اللي انت شايفهم دول بنسميهم فئة الشباب. طب نسبتهم كام؟ نسبتهم 60.7% من سكان مصر. نسبة مش قليلة، 60.7% من سكان مصر، والحمد لله ان نسبتهم كبيرة كده. الفئة دي فئة منتجة. فئة ايه؟ منتجة، وبتعول صغار وكبار السن. يعني دي الفئة اللي بتشتغل وبتصرف على صغار وكبار السن أو بتبقى مسؤولة عنه. الفئة الثالثة والأخيرة اللي هي فئة كبار السن، ودول كل من أكبر أو كل واحد أكبر من 65 سنة، يعني من 65 سنة فأكثر. طب دي موجودة فين؟ موجودة في قمة الهرم السكاني. في قمة الهرم السكاني نسبتهم قليلة، 5.4% من سكان مصر. ومن المتوقع أن نسبتهم إنها تزيد في المستقبل. متوقعين إنها تزيد في المستقبل. طب ليه؟ بما تفسر بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية. الدولة بدأت تهتم برعايتهم صحيا بدرجة كبيرة جدا جدا، واجتماعيا عملت لهم معاشات عشان يعيشوا حياة كريمة. تاني، يبقى فئة صغار السن ديت بتمثل قاعدة الهرم السكاني وتلت سكان مصر، ودي فئة غير منتجة ومحتاجة لرعاية. فئة الشباب من 15 سنة ل 64 سنة، ودي موجودة في منتصف الهرم السكاني، ونسبتهم الحمد لله مش قليلة، 60.7% من سكان مصر، وديت هي الفئة المنتجة، الفئة اللي بتشتغل وبتعول صغار وكبار السن. طيب الفئة الثالثة والأخيرة اللي هي كبار السن من 65 سنة فأكثر، ودي موجودة في قمة الهرم السكاني ونسبتهم قليلة، 5.4% من سكان مصر، وديت أقل نسبة أو أقل فئة من الفئات الثلاثة. ومتوقعين زيادة نسبتهم في المستقبل بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية. تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية. تعالوا بقى نعمل مقارنة. قبل ما نعمل المقارنة، لما نتكلم بقى عن ال3 فئات دول هم صغار السن والشباب وكبار السن، دول بنسميهم التركيب العمري. يبقى أنا كده بتكلم عن التركيب العمري. تركيب عمري يعني إيه؟ يعني تصنيف السكان حسب الفئات العمرية. تصنيف السكان حسب الفئات العمرية. يبقى أنا عندي كده نوعين من أنواع التركيب، تركيب نوعي
تصنيف السكان على حسب النوع ذكور وإناث. التركيب العمري تصنيف السكان على حسب الفئات العمرية، صغار السن وفئة الأشخاص في سن العمل وفئة كبار السن. تعالوا بقى نعمل المقارنة اللي أنا بقول لكم عليها. نعمل مقارنة ما بين صغار السن والشباب وكبار السن. المقارنة من حيث السن، الموقع بالنسبة للهرم السكاني موجودين فين؟ موجودين في القاعدة ولا في الوسط ولا موجودة في القمة؟ نسبتهم والخصائص بتاع كل واحد. بالنسبة لصغار السن، سنهم قلت لكم من الولادة لحد 14 سنة، وانتوا تبع فئة صغار السن. الشباب من 15 سنة ل 64 سنة، ووالدك أو والدتك إن شاء الله من فئة الشباب. كبار السن من 65 سنة فأكثر، جدك وجدتك إن شاء الله من فئة كبار السن. طب الموقع بالنسبة للهرم السكاني، صغار السن دول بيمثلوا قاعدة الهرم السكاني، موجودين في قاعدة الهرم السكاني زي ما أنا وريتك من شوية. الشباب موجودين في منتصف الهرم السكاني. طب كبار السن بتمثل قمة الهرم السكاني، موجودين في قمة الهرم السكاني. يبقى الصغيرين في قاعدة الهرم السكاني، الشباب في المنتصف، كبار السن موجودين في القمة. طيب ماشي. نسبة صغار السن كام؟ نسبتهم بتمثل تلت سكان مصر، تلت سكان مصر، ودي نسبة مش قليلة. طب الشباب بتمثل 60.7% من سكان مصر، والحمد لله زي ما قلت لكم النسبة ديت إنها مش قليلة، لأن ديت فئة العمل واللي بتعول فئة صغار وكبار السن. كبار السن قلت لكم نسبتها 5.4% من سكان مصر، وبنتوقع إنها تزيد في المستقبل بسبب الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، رعاية صحية واجتماعية. طب خصائص كل فئة. صغار السن قلنا فئة غير منتجة، غير منتجة وتحتاج لرعاية، فئة غير منتجة ومحتاجة لرعاية. الشباب فئة منتجة وتعول صغار وكبار السن، وأي مجتمع من المجتمعات محتاج إن نسبة الشباب تبقى أكتر من نسبة صغار السن وكبار السن، لأن هي فئة منتجة. طيب كبار السن، كبار السن في زيادة في المستقبل زي ما قلت لكم بسبب الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية. تعالوا بقى نحل مجموعة أسئلة على الجزئية اللي احنا خدناها، نشوف فهمنا ولا لأ. لو ما فهمتش عيد واسمع تاني وارجع حل معايا. أول سؤال، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. 1. تحتل فئة صغار السن قمة الهرم السكاني، يعني فئة صغار السن موجودة في قمة الهرم السكاني. طبعا الإجابة غلط، موجودة في قاعدة الهرم السكاني. طب 2. نسبة الذكور في مصر أكبر من نسبة الإناث. طبعا أي نعم، هو الفرق مش كبير، بس لسه ما زال نسبة الذكور أكتر من نسبة الإناث. 3. بتلون إحصاءات الإناث في الهرم السكاني باللون الوردي. أيوة فعلا، أما إحصاءات الذكور بتتلون باللون الأزرق. 4. يعد صغار السن أقل نسبة من سكان مصر. طبعا غلط، أقل نسبة من سكان مصر هي فئة كبار السن، 5.4% من السكان. السؤال الثاني، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 3 تعريفات مهمين جدا جدا جدا، أهم حاجة موجودة في الدرس. 1. هو رسم بياني، رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. طبعا ده اسمه الهرم السكاني. 2. تصنيف السكان حسب الفئات العمرية. أيوة ده اسمه تركيب عمري. طيب تصنيف السكان حسب النوع، ذكور وإناث، أصنف السكان إلى ذكور وإناث، ده اسمه تركيب نوعي. طب اكتب سبب واحد ليه. من المتوقع زيادة فئة كبار السن في المستقبل. احنا ليه متوقعين ان نسبة كبار السن تزيد في المستقبل؟ الإجابة بسبب تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية، بسبب تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية. تعالوا نكمل الدرس. تعالوا نتكلم عن أنواع الهرم السكاني. هو الهرم السكاني ليه أنواع؟ أيوة،
بيختلف الهرم السكاني من دولة لدولة، مش كل الأهرامات السكانية في دول العالم متشابهة. عشان كده ممكن يجيلك سؤال يقول لك صح ولا غلط، تتشابه الأهرامات السكانية في جميع دول العالم؟ طبعا الإجابة غلط. طب ليه بقى بتختلف؟ بتختلف تبعا للنمو السكاني على حسب زيادة عدد السكان في كل دولة. يبقى لما أقول لك بما تفسر بيختلف الهرم السكاني من دولة إلى أخرى، هتقول تبعا للنمو السكاني، تبعا للنمو السكاني. طيب ماشي. الهرم السكاني ليه نوعين: هرم سكاني يتسم بالقاعدة العريضة، هرم سكاني يتسم بالقاعدة العريضة، القاعدة بتاعته عريضة، الجزء الأسفل اللي هم الثلاث مربعات اللي موجودين في الأول من تحت ده بنسميه القاعدة، ده هرم بيتسم بالقاعدة العريضة. طب القاعدة بتاعته عريضة ليه؟ هنقول لزيادة عدد المواليد، لزيادة عدد المواليد. يجي لك سؤال يقول لك إيه؟ ما العلاقة بين عدد المواليد وقاعدة الهرم السكاني؟ تقول كلما زاد عدد الهرم السكاني، قاعدة كلما زاد عدد المواليد اتسمت قاعدة الهرم السكاني بالاتساع. طيب ماشي. النوع الثاني هرم سكاني زي ما انت شايف بيتسم بالقاعدة الضيقة، بالقاعدة الضيقة، وبيتسم بالقاعدة الضيقة لانخفاض عدد المواليد. يبقى اللي بيحدد اتساع أو ضيق قاعدة الهرم السكاني هو عدد المواليد. إذا كان عدد المواليد كتير أو كبير كانت قاعدة الهرم السكاني عريضة، وإذا كانت قليلة كانت قاعدة الهرم السكاني ضيقة. طيب ماشي. الهرم السكاني بقى المصري شكله عامل ازاي؟ تبع النوع الأول اللي هو بيتسم بالقاعدة العريضة ولا اللي بيتسم بالقاعدة الضيقة؟ الهرم السكاني المصري بيتسم بالقاعدة العريضة، يعني من النوع الأولاني، النوع الأولاني ده. ليه؟ لزيادة عدد المواليد اللي بتمثل تلت السكان. يجي لك سؤال هنا يقول لك بما تفسر الهرم السكاني المصري بيتسم بالقاعدة العريضة؟ تقولوا لزيادة عدد المواليد اللي بتمثل تلت السكان. آخر حاجة في درسنا النهاردة أهمية الهرم السكاني. ليه الدولة عملت الهرم السكاني؟ ليه فكرت في إنشاء الهرم السكاني؟ فكرت ليه أو بما تفسر إنشاء الهرم السكاني؟ هنقول لأنه يعطي بيانات. يعطي إيه؟ بيانات، بناخد منه بيانات. ليه؟ عشان نقدر احتياجاتنا المختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل. نعرف كل فئة عمرية محتاجة إيه، أو احتياجات كل فئة عمرية في الحاضر في الوقت الحالي والمستقبل. يبقى احنا عارفين مثلا صغار السن محتاجين ايه، كبار السن محتاجين ايه، فئة الشباب محتاجة ايه. طب ايه هي احتياجاتهم؟ هنقول التعليم. التعليم، كل ما فئة صغار السن كانت كبيرة في المجتمع فالدولة بتهتم بإنشاء المدارس والحضانات علشان تهتم بتعليمهم. طب كمان الرعاية الصحية، الرعاية الصحية ديت مهمة لجميع فئات المجتمع، سواء كانت فئة صغار السن أو فئة الأشخاص في سن العمل اللي هم الشباب أو كبار السن. كمان المرافق والخدمات، المرافق والخدمات، المرافق زي ايه؟ زي الكهرباء وزي المية، والخدمات زي التعليم والصحة والأمن. ايه كمان؟ توفير فرص عمل، بالذات لو كانت فئة الأشخاص في سن العمل اللي هي الشباب فئة كبيرة، فالدولة بتهتم بتوفير فرص عمل. نقولها تاني عشان مهم. أهمية الهرم السكاني هنقول تساعد بيانات الهرم السكاني فيه، تساعد بيانات الهرم السكاني فيه تقدير الاحتياجات المختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل من تعليم، صحة، مرافق، خدمات، فرص عمل. تعليم، صحة، مرافق وخدمات وفرص عمل. تعالوا بقى نحل مجموعة أسئلة على الجزئية اللي فاتت عشان نشوف فهمنا ولا لأ. السؤال الأول: أكمل. كلما انخفض عدد المواليد اتسم الهرم السكاني بالقاعدة، يعني كل ما عدد المواليد يبقى قليل يبقى الهرم السكاني هيتميز بالقاعدة. أيوة فعلا القاعدة الضيقة. الهرم السكاني لمصر، الهرم السكاني بتاعنا يتسم بالقاعدة.
أيوة فعلا القاعدة الواسعة. طيب 3. بيختلف الهرم السكاني من دولة لدولة تبعا ليه. الهرم السكاني بيختلف من دولة لدولة على حسب إيه؟ على حسب النمو السكاني. 4. بتظهر تصنيفات الذكور على الهرم السكاني باللون. تصنيفات الذكور بتظهر باللون، أيوة اللون الأزرق، أما الإناث قلنا باللون الوردي. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. فئة عمرية غير منتجة، ما هياش منتجة، ما بتشتغلش، بتمثل قاعدة الهرم السكاني المصري. أيوة فعلا فئة صغار السن. فئة عمرية منتجة بتمثل منتصف الهرم السكاني في مصر، طبعا الأشخاص في سن العمل أو الشباب. أقل فئة عمرية في مصر وبتمثل قمة الهرم السكاني، طبعا فئة كبار السن. آخر سؤال معانا، بما تفسر أهمية الهرم السكاني لسه قايلينه. هنقول تقدير الاحتياجات المختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل من تعليم وصحة وخدمات ومرافق وفرص عمل. وبكده يا شباب أكون خلصت الدرس، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تحملوا مذكرة الأسئلة وتحلوها، وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.